السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ ما تنسوش الدعاء لفلسطين، يا رب انصر فلسطين واهل فلسطين، وما تنسوش الدعاء لعمرو يقوم بالسلامة كده ان شاء الله. موضوعين كده على السريع. موضوع الاهلي فاز على بتروجيت 3-2، وياسر ابراهيم بيشيل الكورة. ياسر ابراهيم ما تشيلش دي، كنت سبت دي تخش. يعني انت الدفاع مش موجود طول الماتش، جه شال الكرة دي. طب ما كنت سبت بتاع صن داونز، كنت شلت بتاع صن داونز وسبت دي. يلا قدر الله ما شاء فعل. وطبعا دفاع الاهلي فين؟ هو الدفاع ده اللي هيقابل بالميراس ويقابل بيرتو ويقابل انتر ميامي ميسي بقى هو الدفاع ده؟ ده كده الدفاع ده في غيبوبة. لازم وقفة، ولازم قعدة مع الدفاع ده، ولازم الدفاع يتظبط، لان انت ما عندكش الا الدفاع دلوقتي اللي هو مشكلة. عندك الهجوم، هجوم حد صلاح حرج كمان بعد الضم تريزيجيه وحمدي فتحي وزيزو، فهيبقى الموضوع ما فيش الا دفاع. طبعا ده موضوع بقى. هو امام شد الحكم ليه؟ الحكم ما عطلوش انذار ليه؟ ده فرجاني ساسي شد السماعه اتطرد، قعد 3 مطوشه تقريبا. فليه من بنختلف في القانون؟ زي برضو الكابتن احمد شوبير طالع يقول لك زيزو هيلعب في كاس عالم. زيزو عقده نهايته 5. انت هو العقد مكتوب 1/7، بس هو العقد ملزم باخر مباراة في الموسم. زي الموسم اللي فات اللي الدوري خلص في شهر 10، اللاعب هيسيبك في شهر 8 ولا 7؟ لا طبعا، هو لحد اخر الموسم، هو معروف اخر مباراة في الموسم. كمان الزمالك عنده ماتش مهم جدا، نقطة تحول في الماتش بعد بقى الخسارة من الكونفدرالية وخسارة من رابطة الأندية، والماتش ده هيحدد له الطريق قدام. هيبقى عنده 5 مطوشة تاني، فهيبقى قدر إن شاء الله يفوز، وإن شاء الله يصعد كده لدوري الأبطال. ولا الماتش ده يحدد له حاجات كتيرة. المباراة دي هتحدد له ماتش صعب مع المصري، بيعرف يستحوذ على الكورة، وعنده في نص الملعب بيقدر ينقل الكرة حلو وبيستحوذ. وكمان الزمالك فيه مشاكل وغيابات وبنتايج، والونش مش موجودين، ولا حد مكان زيزو. يعني لا الجفالي ولا زيزو ولا شيكابالا موجودين، ولا نصر، واحتمال كمان ناصر ماهر يغيب. فمش عارفين بقى مين اللي هيبدأ مكان زيزو كده بقى. ممكن يجيب لنا يوسف جعفر، ولا يبدأ بمحمد عاطف، ولا. فكل التوفيق لنادي الزمالك ان شاء الله. وكمان الزمالك بيحذر زيزو ان هو كان له عنده انذار، اخر انذار اللي هو امبارح وما راحش. فكده الزمالك هيشتكي الاول لجنة التظلمات في اتحاد الكورة، وبعد كده يطلع بيه للاتحاد الدولي. طبعا بعد تصريح شوبير طبعا الموضوع مقلوب شوية. فاللي هنشوفه لو آخر مباراة مباراة الكاس امتى؟ في 6. لسه ما تحددش، بس هو الأقرب لها 5 أو 6 أو للشهر يعني. كل التوفيق. كمان بنبص على المنتخب الشباب، بيخسر قدام سيراليون 4-1. مفيش منتخب، كلهم تحس ان هم ايه يعني، رباط فلان ابن فلان تبع فلان كده. مفيش سيراليون. تسمع على سيراليون دي غلبتنا 4-1 هنا في البطولة الأفريقية هنا في مصر. البطولة اللي بطلها يصعد لكأس عالم. فطبعا كل التوفيق لمنتخب مصر، كان عمل ماتش حلو قدام جنوب أفريقيا. وطبعا كل التوفيق ليه. بس هو يعني ما احنا شفنا علي ماهر النهارده وسيد عيد مدرب بتروجيت قدموا مباراة حلوة. مدربين حلوة. لا نعتمد على المدرب الأجنبي، ولا نعتمد على اللاعيبة الأجانب. عشان كده ما عندناش منتخبات. يعني احنا لو عندنا منتخبات، كان يبقى عندنا نادي بيروح يجيب المدرب الفلاني بالشيء الفلاني، ويجيب اللعيب يقول لك ده مش عارف واخد كام مليون، 120 ولا ايه. طيب مصر ليه تدفع تطلع 120 للاعب اجنبي، ولا مدرب اجنبي، ولا رئيس الحكام؟ مصر اللي فيها 120 نسمة، مش عارفين نطلع رئيس لجنة حكام. رايحين نجيب واحد من بره، رايحين نجيب مدرب للأهلي من بره، مدرب للزمالك من بره. تروح للفرق تلاقي كل فريق فيه 5 6 لاعبين أفارقة، 5 لاعبين أفارقة. واللاعب بياخد الشيء الفلاني بره بالدولار ومش عارف ايه. واللاعيبه ممكن تنجح وممكن تسقط وبياخدوا فلوسهم، زي موضوع لعيبه كتيره حصلت ومدربين كتيره فشلت وبياخدوا عقودهم ويمشوا. هو ليه من بدل ما تعمل كده،
انت كنادي اهلي وكنادي زمالك في كل محافظه اعمل استاد ليك، فرع ليك كده، ودور على الاقاليم. هتلاقي لعيبه شباب، هتلاقي من سن 7 سنين لسن 20 سنه لعيبه كويسه. بل ما في لعيبه، والله في لعيبه مدفونه فعلا، في لعيبه بيصرفوا عليها بالالوفات وما بيقدروش يكملوا معاهم، ما بيوصلوش، بيرجعوا تاني. وفي لعيبه ما خلاص، ما اهلها مش لاقيين يصرفوا، يعملوا ايه؟ وفي طبعا ناس بتضحك على اللعيبه وتقول لهم ده انا هوديكم فين واعمل ايه. طب ليه ما نمنع الكلام ده كله؟ ممنوع لاعب افريقي يدخل مصر، ممنوع مدرب اجنبي يجي مصر، الا باستثناء اللاعب الفلسطيني هو اللي يجي كانه مصري، او مدرب فلسطيني، وده مش هتلاقيه. فطبعا ليه نصرف ده كله ويقول لك اللاعب بياخد مش عارف ايه، واللاعب بياخد والمدرب بياخد كام؟ طب ما نمنع الكلام ده كله، ورئيس وزارة الشباب والرياضة يمنع الكلام ده كله. ممنوع لاعب أجنبي يجي من بره. هات أول منتخب، هيبقى عندك منتخب من المنتخب اللي 17 سنة لحد المنتخب الكبير، وانت هتلاقي عندك منتخبات أولمبي وشباب و20 سنة و23 سنة. لكن دلوقتي ما عندناش منتخبات. واللعيب اللي عندنا يحترف شوية، ما فيش 5 6 شهور نروح نجيبه. تريزيجيه كان رايح أصل الفيلا، تريزيجيه ده أحسن من عمر مرموش اللي بيلعب في مانشستر سيتي. لا نروح احنا نرجعه، نروح نرجعه. امام عاشور نرجعه، مصطفى محمد عايزين نرجعه، كمان محمد عبد المنعم عايزين نرجعه، ربنا يقومه بالسلامه. لعيبه كتير، كل اللي يحترف، لا نسيب نحترف، نعمل زي المغرب كده. شوف كام لاعب محترف فيها، شوف كام لاعب محترف في الجزائر، شوف كام لاعب محترف من جنوب افريقيا ومن لكن احنا اللاعب يحترف نروح نجيب. هو يعني ما فيش الا المنتخبات واللعيبه، المنتخبات اللي تحس ان هي مش جايه. لا ده كمان تيجي الدوري المصري، تلعب في الدوري المصري مع اللعيبه والمصاريف والدولارات اللي بتدفع دي، تيجي تقعد قدام الماتش وتسمع الماتش، تحس ان نظرك بيضعف. يعني زي امبارح كده بتقلب من ماتش الاهلي وبتروجيت تروح على ماتش انتر ميلان وبرشلونه. النور كان قطع وجه، تحس النور كده، النور كان قطع وجه. لكن احنا لا نروح نصرف ونيجي للملاعب، ملاعب وحشة والمدربين بيجوا يعكوا. لا طب ما الاهلي عنده ابناء وحدث ولا حرج، الزمالك عنده ابناء وحدث ولا حرج. انت تروح تجيب المدرب مش شايل فلان واللاعب مش، في لعيبه هتجيبها من الارياف احسن، زي ابو تريكه وزي شيكابالا وزي عبد المتعب وزي حسني عبد رب وزي اللعيبه دي كلها. ليه بقى احنا نروح نجيب من اجنبي؟ ما هو ده بيوقع المنتخب. ده كان موضوع كنت حابب اتكلم فيه، وشكرا والسلام عليكم.